السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم اماني من قناة اكلة هنية مع اماني. النهاردة باذن الله هنعمل تورتية بقى، تورتية شوكولاتة غرقانة بصوص الشوكولاتة. ما شاء الله حلوة وهشة وجميلة جدا. نقدر نعملها في اي وقت، مش هتكمل معانا 10 دقايق وهنكون خلصناها وانجزناها. وكمان البنات الصغيرين اللي لسه بيدخلوا المطبخ هتكون سهلة عليهم جدا في عمايل الكيكة دي، وبجد بتطلع في منتهى الجمال. فيها كده طراوة وهشاشة وفعلا حلو قوي. وكمان هنعمل صوص شوكولاتة تحفة جدا والطعم حكاية، وهيكون كمان اقتصادي مش هيبقى مكلف علينا. تعالوا بقى نشوف الهشاشة بتاعت الكيك عامل ازاي. ما شاء الله تحفة جدا وطرية وهشة، والصوص اللي فيها ممتاز جدا. بس يلا بقى معانا، يلا كله بقى ينزل على القناة كده ويعمل لايك للفيديو بتاعنا بتاع النهاردة، وكمان اشتراك لو لسه حبايبنا لسه ما عملوش اشتراك للقناة، وكمان فعلوا تنبيهات الجرس للكل عشان يوصل لكم اشعار باي حاجة بنزلها جديد. وشيروا بقى الفيديو لاي حبايبكم اصحابكم او اي حد انتوا تعرفوه عشان الكل يستفيد بالفيديو بتاع النهاردة ده. ان شاء الله سهل جدا وبسيط، وبجد والله العظيم تحفة جدا، وكمان يعني ممتع وحاجة كده. ايه عايزين بقى ناكل حاجة حلوة كده في اي وقت هندخل نعمله، مش هنكمل اي حاجة ولا وقت خالص. اول حاجه معانا القالب بتاعنا، هو مش كبير زي ما انتم ما شايفينه كده، الحجم بتاعه متوسط. رشينا شويه زيت صغيرين، وكمان يعني جبنا الفرشه السيليكون ده. كده غلفنا التورتايه بتاعتنا. عندي بقى المقادير بتاعتي بيكونوا الكيك الشوكولاته ده من ماي واي. سهل جدا وبسيط، وكمان مش غالي. وكمان تقدري تحطي كل المكونات دي على بعضيها. نص كوبايه من اللبن، الحليب بيكون دافي يعني كده، وعندي 3 بيضات، وعندي كمان زبدة يعني كوباية الا ربع من الزبدة. انا اخترت زبدة بلدي لان هي متوفرة عندي في البيت. هي دي المكونات بتاعتنا بس مش في اكتر من كده. تمام. وبما ان احنا بقى هنعمل الكيك بتاعنا، يبقى محتاجين اول حاجة يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة او درجة حرارة المطبخ، يعني ما يكونش ساقع من التلاجة ونطلعه ونعمل منه على طول، عشان يدينا نتيجة احسن ويدينا هشاشة وطراوة للكيكة بتاعتنا. طبعا عايزة اقول لكم يعني منتجات مايوي معروفة جدا في الكيكات بتاعتها. انا بصراحة جربت كذا مرة كيك شوكولاتة وكيك فانيليا وريد فيلبت، وكل المنتجات بصراحة بتاعتهم والعطور وكل حاجة ما شاء الله حلوة جدا. فانا عايزة اقول لكم الفيديو ده حلو قوي كمان للمبتدئين، فبجد هتكون فكرة بسيطة وسهلة وسريعة ونقدر نعملها في اي وقت. يا دوبك هنضيف بس الاضافات معانا اللي هم طالبينها تبع الكيك بتاعنا، وبس كده هنبتدي نخفق كل الكلام ده مع بعضيه. تمام. طب لو انت حابه تعملي كيكه بقى، مش هتجيبي مثلا كيك جاهز من بره او تستخدمي كيك ماي واي او كده، يبقى برضو نفس المكونات دي على كوبايتين دقيق. تمام. وطبعا هتزودي عليهم معلقه من البيكنج بودر، وزودي معلقه خل او محسن كيك، هيديكي برضو نتيجه ممتازه. بس انا بقول لكم الطريقه دي هي دي الوصفه بتاعتنا. وطبعا عشان الكيك الجاهز بيبقى فيه كل يعني المواد الرافعه، وفيه الفانيليا بتاعته، وفيه كل حاجه، احنا مش بنضيف عليه ولا سكر ولا اي حاجه. تمام. طبعا في كيكه لو انت مش هتعملي كيك جاهز كده، برضو هتضيفي كوب كبير من السكر. هتبتدي بقى تخفقي كل الكلام ده مع بعضيه. اول حاجة هتضربي كده المضرب كده يكون خفيف من قبل ما يشتغل، وبعدين تبتدي اول حاجة على السرعة الاولى بس من المضرب. تمام. عندك عجان اعملي في العجان، عندك مضرب كهربائي اعملي في المضرب الكهربائي، ما عندكيش ولا ده ولا ده، عندك مضرب سلك يدوي اعملي برضو في المضرب السلك اليدوي، كله شغال. كل طبعا اللي انت حباه او تقدري تستخدميه في بيتك استخدميه. عايزه تعملي في الخلاط كمان ينفع جدا. تمام. اهم حاجه نخفق كويس جدا المكونات كلها مع بعضيها. زي ما انتوا شفتوا انا ضفت كل حاجه على بعضيها، يعني ضفت البيض على اللبن على الزبده على
الكيك بتاعنا. تمام. وابتديت خفقت كده. اول حاجه طبعا انا شغاله دلوقتي في السرعه الاولى بس، وهبتدي مره في مره اعلي السرعات لحد ما كل الكيك يتجانس مع بعضيه، واي بودره كده من الكيك لسه ما دخلتش في بعضيها هنستنى عليها لحد ما تدخل في بعضيها وكل الكلام ده يتجانس مع بعضه. اذا بقى وانتي بتعملي كده حسيتي انه تقيل قوي على المضرب وانتي بتضربيه، تقدري تخففي بشويه لبن بسيط. وزي ما انا ما شايفه معايا كده هو تقيل شويه معايا، بس انا هحب ان انا اخفف شويه. قد ايه اللبن اللي انا خففته؟ يعني 100 مللي كده من اللبن، او بما يقارب 3 معالق كبار من اللبن. تمام. وبرضو في الاخر مش هيدينا القوام الخفيف قوي، احنا عايزين كيكه برضو هشه وفي نفس الوقت مش خفيفه قوي. تمام. هتشوفوا معايا القوام في الاخر بعد ما اخلص ضرب. شايفين كده كل المكونات معايا امتزجت ببعضيها وكلها بقت ما شاء الله حلوه قوي، ولون الكيك جميل، الشوكولاته بتاعته مناسبه. شايفين الكيك بقى عامل ازاي؟ يعني ما شاء الله حلو قوي. وزي ما انتم شايفين تقيل اهو، انا برفع كده المضرب مش بينزل بسهوله. زي ما انتم شايفين هو حلو قوي كده ما شاء الله، وكانت ريحته تحفه. طبعا انت وانت بتشتغلي في كيكه قبل ما تبتدي اي حاجه بتكوني مشغله الفرن على درجه حراره 180، والشبكه تكون في النص كده، وهتبتدي بقى تضيفي كل المكونات بتاع الكيك بتاعنا في الصينيه او القالب بتاعك زي ما انت حابه. بقى فورمه الكيكه عندك فورمه زي دي اشتغلي بيها، عندك فورمه عاديه خالص مش منقرشه ولا اي حاجه، اقدري بقى اعملي باللي موجود عندك في البيت. ما شاء الله كيكه سهله وبسيطه وتقدري تعمليها في اي وقت. حابه تاكلي بقى حاجه حلوه تقدري تدخلي وتعمليها زي ما قلت لكم. الطريقه دي بالكيكه الجاهزه، والطريقه العاديه بالكيكه لو انت مش عندك كيك جاهز او مستغليه او بس هو بصراحه مش غالي قوي بالطريقه الاوفر يعني. تمام. تقدري بقى تعملي باي طريقه من الطريقتين اللي انا قلت لكم عليهم. كده هدخل الصينيه بتاعتي في الفرن زي ما انتم ما شايفين كده، بظبطها بس وبسويها كده، وبعدين خلاص كده هدخلها عشان تستوي معانا، وهطلعها لكم واوريها لكم بعد ما النتيجه تخلص. طبعا انا سبتها في الفرن. انا كده بقى بعمل صوص الشوكولاته، صوص اقتصادي سهل جدا. نص كوبايه من الحليب الدافي، وعليها نص كاكاو كاكاو خام كده، وهضيف كمان نص سكر، يعني بالعدل كده اللبن والكاكاو والسكر. تمام. طيب الصوص ده هيطلع لي تقيل. تمام. انت بقى هتحبي تستخدمي اي حاجه يعني حبيتي تقيل. طبعا هنضيف كمان الزيت لان انا كده ايه ما قلتش لسه مكون الزيت ده برضو نص زيت. تمام. حبيتي بقى دلوقتي هتقلي او تخففي الصوص الشوكولاته على حسب ما انت محبه. انا بصراحه حبيته تقيل مش خفيف قوي. تمام. بحيث ان هو هينزل على الكيكه وهي سخنه هيدوب كده وينزل يسيح كده في كيك الشوكولاته. زي ما انتم شايفين انا ببتدي بضرب صوص الشوكولاته. عايزه اقول لكم كمان طريقه، لو انت مش حابه تعملي بالكاكاو تقدري تجيبي شوكولاته خام وتسيحيها في الميكروويف او على حمام بخار، وبعدين تضيفي عليها معلقتين لبن وتضيفي معلقه زيت. تمام. شايفين القوام ما شاء الله تقيل جدا زي ما انتم شايفين. انا طبعا بقلب كده في الخلاط عشان كده في شويه كده من الكاكاو لسه ما اختلطوش ببعضهم كويس، وهبتدي ارجع اضرب كويس جدا عشان السكر يكون داب معايا كويس جدا. زي ما انتم شايفين بيتحرك بصعوبه، اللي هو ايه يعني الكاكاو معايا والصوص معايا تقيل مش خفيف، وانا مش عايزاه خفيف. نقدر برضو زي ما قلت لكم نتحكم فيه، عايزينه اخف شويه ضيفي لبن ما تقلقيش خالص. تمام. عايزاه تقيل تقدري تزودي كاكاو وزيت، يعني انت اللي هتتحكمي في تقل الصوص بتاعك. بس انا حابه كده زي ما انتم شايفين تقيل وطعمه ما شاء الله والله جميل جدا. وهينزل بقى على هينزل صوص الشوكولاته ده على الكيكه، هتديها طعم جميل جدا جدا
وهيرطب كده الكيكايه ويديها طعم لذيذ مع كيكه الشوكولاته اللي بجد تحفه جدا وهشه من الحاجات الناجحه واللي بجد ان شاء الله هتعجبكم. وطبعا اختبرتها بالخله بعد ما خرجت من الفرن، وكمان ما استنيتش عليها انها تهدى ولا تستهدى، شويه صغيرين بس يعني بتاع ربع ساعه نص ساعه كده، عشان انا كنت حباها تبقى سخنه كده. ابتديت بس سلكتها حاجه بسيطه بالمعلقه الاسباتيولا كده من الجناب، بحيث انها تنزل معايا زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله نزلت معايا بسهوله جدا، وعايزه اقول لكم هي فعلا هشه جدا وفيها كده ايه طراوه، ونزلت كلها ما فيش حاجه لازقه في الصينيه، لان احنا غلفنا الصينيه او التورتايه بتاعتي. ما شاء الله سهله وبسيطه كده جدا، وبثلاث بيضات بس، ما استخدمناش كتير. شايفين بقى يعني عايزه اقول لكم بجد حلو قوي. ودي صوص الشوكولاته اللي احنا استخدمناه، ما شاء الله حلو قوي. تقدري تستخدمي الطريقه دي او تقدري تستخدمي الشوكولاته زي ما قلت لكم. عفوا. عايزه اقول لكم كمان حاجه، لو انت حابه شوكولاته معينه، ممكن شوكولاته سما او اي شوكولاته دارك، او تقدري كمان شوكولاته بيضه اللي انت حباه تقدري بقى تستخدميه من الشوكولاتات. طبعا كل واحد حابب حاجه معينه يستخدمها. انا بقى استخدمت الطريقه الاقتصاديه السهله دي. ما شاء الله الصوص نازل كده مغطي الشوكولاته مغطي الكيك كده، تحفه قوي. وهنزين تزيينه بسيطه سهله وسريعة، وما كملتش حاجة يعني في خلال 10 دقايق كانت خلاص اتعملت وكمان استوت، وكمان نقدر نقدمها وهي سخنة كده. يا دوبك هتستهدى حاجة بسيطة وهتكون حلوة قوي. يلا بقى حبايبي ما تنسوش اللايك للفيديو بتاعنا، وكمان اشتراك لو انتم ما اشتركتوش معايا في القناه بتاعتي قناه اكل هنيه مع اماني. تقدروا تشتركوا في القناه وفعلوا تنبيهات الجرس، هتلاقوا القناه مكتوب كلمه اشتراك باللون الاحمر، بس هتضغطي عليها بضغطه كده وهيظهر لك كده ايه اشعارات، هتدوسي على الكل عشان كده يوصل لك اشعار باي حاجه بنزلها جديد. يبقى كده انت اشتركتي عندي في القناه وفعلتي تنبيهات الجرس، واللايك بقى اللي هو اللي فوق كده. وبجد هبقى سعيدة جدا بكل المشتركين الجداد اللي عندي. طبعا تزيينة بسيطة جدا. انا عندي بقى دلوقتي ايه عارفين الشوكولاتات الستريبس دي، ابتديت بقى ايه ضفتها كده اللولي، عامله زي اللولي كده لونها ابيض من فوق، وابتديت من جوه كده شويه شوكولاته فورماسيل كده، تدي بس الوان بسيطه كده مش اكتر ولا اقل. تقدري مش عايزاهم ما تضيفيهمش عادي، هو مش حاجه، بس تدي للتورته شكل حلو كده وخلاص عادي. بجد الفيديو بسيط وسهل وسريع، ونقدر بقى نعمل الكيك ده في اي وقت وفي اي ما نعوز حاجة كده حلوة. شوكولاتة كده سريعة وسهلة، وكيك كده سهل وبسيط. يعني عايزة اقول لكم حلو قوي وهشة قوي، بس بجد يعني في منتهى الجمال والله العظيم تحفة. وبجد كل منتجات مايوي بجد حلوة، وتقدري تعملي الطريقه زي ما قلت لكم. لو مش عندك او مش حابه تجيبي علب مايوي كده من الجاهزه، تقدري تعملي برضو بنفس الثلاث بيضات وبنفس اللبن وبنفس الكميه اللي انا عملتها، بس هتضيفي عليها كوبايتين من الدقيق على كوبايه من السكر وعلى نص كوبايه من الزيت. يبقى كده او سمنه على زيت زي ما انت محبه. تمام. ومعلقه خل. تمام. هنبتدي بقى نقطع، هنشوف بقى الجمال اللي هيطلع معانا والكيك التحفه الجميل جدا جدا. يلا بقى نشوف معانا الكيك عامل ازاي وهش جدا. وعايزه اقول لكم بجد والله العظيم تحفه جدا ما شاء الله. جميل جميل جميل. وشايفين بقى من جوه في هشاشه كده يعني لا تقاوم. يلا بقى سموا معانا، ويلا معانا بقى نبتدي بقى ايه نذوق الجمال بقى ده والكيك الهشه الجميل دي، وكمان الصوص الغرقان بالشوكولاته الجميل اللي احنا بجد والله يعني هي اصلا لما تكون في كيك كده ما فيهوش صوص، يعني احنا بنغمزه كده بالصوص عشان يبتدي ايه يبقى طعمه احلى واحلى. يلا سموا معايا وابتدوا تذوقوا بقى معايا الكيك الشوكولاته ده.
يلا بألف هنا يا أمارات لكل اللي يعمل الفيديو ده وكل اللي يشاهد الفيديو. يا رب تاكلوا في الهنا وتتهنوا يا رب، وكل انتوا واطفالكم واحبابكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة يا حبايبي.